السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة في الفيديو ده هنتعلم طريقة عمل المكرمية اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. سهلة جدا وبسيطة، وكمان لو انت لسه مبتدئة تقدري تعمليها. هقول لكم كل المقاسات، وهقول لكم العصاية مقاسها كام، وهقسط على كام، كل جزء هنقصه على كام. طبعا زي ما احنا عارفين ما ينفعش كده نيجي مكرمية كبيرة كده ونقول مثلا قسطي على كام، لأن كل جزء ليه قص معين، فما ينفعش مثلا اقول لك التوتال ان انا قصيت على كذا. فلازم ان انت تتفرجي على الفيديو عشان كل جزء ليه قص معين وليه مقاس معين. هنا انا كنت بقيس العصاية عندي مقاس 90. فعشان اشتغل على العصاية لازم اقيسها كده، وابدأ يعني اوسطنها او اشوف فين النص بتاعها علشان اشتغل عليه، علشان يبقى في النص بالظبط المكرمية. تمام. اول جزء في المكرمية انا قصيت 12 خيط. تمام. طول ال 12 خيط ده 2 متر و30. ليه 2 متر و30؟ علشان انا عايزاها تبقى طويلة طول المكرمية للاخر. هي شغلها بسيط، بس انا عايزة بتدي فوليوم للمكرمية كده حلو. وكمان كل ما تقصي بزيادة احسن، كل ما المكرمية تطلع احلى واشيك، وما تعجزش معاكي في الاخر وانتي بتشتغلي. فانا هنا بصوا اشتغلت هنا 12 وجمعت كده يعني زي ما انتم شايفين كده 2 على الحرف كده فردي، واللي في النص دول اللي هما 2 زوجي علشان اعمل العقدة المربعة. وهبدأ بقى اعمل الزوجي دول 2 يعني اللي هما الاتنين مع بعض دول هعملهم عقدة مربعة. وطبعا احنا عارفين العقدة المربعة بنعملها ازاي. تمام. الاتنين اللي في النص دول هما الثابتين، وببدأ اشتغل بالاتنين اللي على الحرف. وطبعا للي لسه مبتدئ، انا هنا بعلم او بقول مكرمية للناس اللي اتعلمت الغرز او العقدة، اللي اتعلمت العقدة واشتغلت عليها وعارفة يعني ايه عقدة مربعة بتتعمل ازاي، وعارفة يعني ايه عقدة حلزونية، وعارفة يعني ايه العقد كلها. فانا هنا بقول للناس اللي هي اتعلمت العقد. فلو انت لسه ما اتعلمتيش يعني ايه عقدة مربعة، في قائمة التشغيل كل العقد بالتفصيل الممل. لو انت حابة تتعلمي هتلاقيها على القناة بطريقة حلوة، بطريقة سهلة جدا، وهتعجبك. فانا هنا خلصت اهو 5 عقد مربعين. شايفين بقى دول؟ ابدأ بقى انزل اخد الاتنين اللي على الحرف دول واشتغل عقدة مربعة بالشكل ده. تمام. عايزة اقول لكم بقى حاجة. هنا المفروض ان انا بطول المسافة شوية بين العقدة دي والعقدة دي، العقدة اللي فوق اللي هو الصف الاولاني والصف التاني، علشان انا عايزاها تبقى طويلة. فانا هنا عملتها سريعا كده علشان اقول لكم تتعمل ازاي. وبعد كده عايزه اقول لكم ان انا هفكها واعملها بقى هطول المسافه. فانت تقدري تطولي المسافه وانت بتشتغلي المكرميه لو هتشتغليها معايا. يبقى المسافه تبقى طويله بين السطر الاولاني والسطر التاني، علشان تنزل كده بطول. وهوريها لكم في الاخر شكلها عامل ازاي، او بعد لما اعملها وفكيتها وعملتها يعني هوريها لكم شكلها عامل ازاي. تمام. بصوا بقى انا ببدا اشتغل عقد مربعه، باخد 4 خيوط جنب بعض كده، هيكون لي هنا 6 عقد مربعة. في اول الصف انا عملت 5 لان انا كنت سايبه خيط فردي من هنا وخيط فردي من هنا. فانا خدت بقى وانا في السطر التاني ده خدت الخطة والخطة، فكونوني عقدة زيادة، فاللي هي العقدة السادسة. فانا هنا في السطر ده هعمل 6 عقد مربعة. شايفين اهم اخر 2 بالشكل ده. وزي ما قلت لكم السطر التاني بين الاول والتاني اعملي مسافة كبيرة، تبقى هي المسافة بين كل سطر. تمام. انا هنا خلصت اهو السطر التاني، كون لي 6 عقد. هبدأ اعمل عملية تناقص. فهتناقص ازاي؟ هشيل خيطين من الناحية دي وخيطين من الناحية دي. تمام. وابدأ بقى اشتغل اول 4 خيوط مع بعض، والخيوط اللي جاية كلها اول 4 خيوط اول 4 خيوط، بحيث ان العقدة تبقى في النص بين العقدة الاولانية والتانية اللي هي في الصف اللي قبله يعني. تمام. فانا هنا هعمل 4 عقد مربعة. لا، هنعمل 5 لان هنا بعمل تناقص. فانا هنا بعمل 5 لان السطر اللي فات كان 6، فالسطر ده هيبقى 5، والسطر اللي بعده هيبقى 4، والسطر اللي بعده هيبقى 3، والسطر اللي بعده هيبقى 2، لحد ما اوصل لواحدة بس في الاخر عشان تعملي شكل مثلث. وده هتشوفوه دلوقتي.
وهنا بعد ما خلصت خلاص الجزء ده، عايزه اقول لكم بقى ان هتشوفوا شكلها في الاخر ان انا بعد كده خليت المسافات كبيره. هبدا بقى اشتغل الجزء التاني، واشتغل الجزء التاني هقص 3 خيوط بالشكل ده واعلقهم على الخشبه. مقاس ال3 خيوط دول ايه؟ مقاسهم 2 متر و30 سنتي برضو. تمام. هعمل بقى الضفيره العاديه جدا، يعني شكل الضفيره عاديا. هحط 3 خيوط وهبدا بقى اضفرها، اللي هي الضفيره بتاعتنا المعتاده يعني. فهي برضو هوريكم بتتعمل ازاي. شكلها حلو، شكلها الجزء ده بسيط جدا، مفهوش اي تعب ولا حاجه ان انت بتضفري. هعمل برضو من الجنب ده ومن الجنب ده. تمام. هكمل بقى انا الضفيره العاديه زي ما انتم شايفين كده، وهعمل الجنب التاني. وتعالوا بقى نشوفها بعد لما خلصت كده الشكل النهائي للجزء ده، بعد لما كمان الجزء اللي في النص ده خليت المسافه طويله. تعالوا قبل لما نشوف الشكل النهائي اقول لكم ازاي نعملهم ببعض كده. تمام. انا هجيب خيط كده قصير، تمام، مقاس 70 سنتي، وهبدأ اشتغل بص الشكل ده كده. هعمل زي حلقة من تحت كده، والخيط ده كده الخيط اللي هو الصغنن ده هطلعه كده لبره عشان ده هشده في الاخر. وبعد كده ابدأ بقى ايه الف الخيط ده كده بنظام كده تحت بعض، وابدأ اشد وانا شغالة كده وانا بلف كده. تمام بالشكل ده عشان يبقى شكله منظم كده وحلو. شايفين بقى الخيط بقى اللي هو الصغير ده اللي انا بلف بيه ده؟ شايفين الحلقة اللي انا عملت فيها ادخلها بيها، هدخلتها كده. شايفين الخيط بقى ده؟ هبدأ اشد واشد كده وادخل العقدة داخل الخيط اللي انا لفيته. شايفين؟ عايزه اقول لكم ان دي مش هتتفك ابدا. هقص بقى الخيط اللي فوق ده، متقلقوش مش هيتفك خالص. واقص كمان الخيط اللي تحت ده، لان العقدة كده كده دخلت جوه او تحت الخيط. بس تعالوا بقى نشوف شكلها عامل ازاي. شايفين بقى شكلها بعد لما الجزء اللي في النص ده خليت المسافة طويلة بقى حلو جدا. تعالوا بقى هنعمل الجزء الثالث، والجزء ده هعمله هنا. وتعالوا نشوف قصينا الخيوط على كام. قصيت 4 خيوط، مقاسهم كام؟ مقاسهم 4 متر و30 سنتي. تمام. بالازيد قصي 4 متر ونص. ابدأ بقى اعلق ال4 خيوط على الخشبة ونبدأ نشتغل العقدة دي او الشكل ده مع بعض. بعد ما علقت ال4 شايفين بقى عملوا لي من تحت 8 خيوط. هاخد 4 خيوط من الجنب ده و4 خيوط من الجنب ده. تمام. وابدأ بقى اشتغل. شايفين الخيط ده هو ده الثابت، هشتغل عليه ال3 خيوط دول بعقدة مزدوجة مائلة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. بشتغل عقدة المائلة ازاي؟ بجيب الخيط كده اهو فوق الخيط الثابت، ومرتين بعملهم بالشكل ده. وكده عملت عقدة. هاخد الخيط اللي بعده اجيبه من تحت كده الخيط الثابت، واجيبه من فوق كده وادخله في الفراغ، وابدأ اشد. الخيط الثابت هو ثابت معايا، والخيط اللي انا متحرك ده هو اللي انا بشده. تمام بالشكل ده. عملت بقى الجنب ده، هبدأ اعمل الجنب التاني. هاخد الخيط، هما المفروض 4 خيوط اهم. هاخد الخيط اللي جاي من النص ده، دول ال4 خلاص اهم. هاخد ده هو ده الثابت عندي، واشتغل بيه ال3 خيوط التانيين زي ما عملت الجنب التاني. تمام بالشكل ده اهو. هبدأ برضو اشتغل نفس الطريقة بنفس الشغل. هاخد الخيط اللي بعده واشتغل الخيط الثابت هو اللي فوق الخيوط المتحركة، وببدأ اجيبه من تحت كده ومن فوق الخيط الثابت، وابدأ اطلعه من الفراغ. والعقدة المزدوجة المائلة عامله لها فيديو كامل بالتفصيل للمبتدئين لو انت لسه متعرفيش تعملي العقدة. تمام. عملت بصوا الجنب ده والجنب ده. هبدأ دول بقى الخيطين الثابتين برضو معايا. هاخد 3 خيوط دول هنزلهم بقى لتحت عشان يعملوا شكل معين. مش هشتغل اي حاجة في الخيوط، هيبقى هسيبها كده. مش هشتغل اي عقدة مربعة ولا اي حاجة، هشتغل بس عقدة مزدوجة مائلة. تمام اهو. شايفين؟ وبالشكل ده ال3 خيوط هعملهم اهو كده. انا خلصت ال3 خيوط. هدخل على الجنب التاني اهو. الخيط الثابت ده اخده معايا بال3 خيوط دول، اشتغل نفس الفكرة عقدة مزدوجة مائلة. تمام بالشكل ده. عايزة اوريكم هنقفل المعين ازاي، او الشكل المعين ده هنقفله ازاي بطريقة سهلة برضو. الخيطين الثابتين دول هيجوا في الاخر على بعض، هنشتغلهم على بعض.
فانا هنا اخلص اهو الخيط التالت ده اخر خيط. هبدأ بقى اهو شايفين الخيطين، بصوا اظبط بقى كده الدنيا عشان تبقى شكلها حلو. شايفين الخيط الثابت ده اهو هشتغلهم على بعض عقدة مزدوجة مائلة. تمام كده اهو، ده الثابت وده المتحرك معايا، وهبدأ بقى اشتغله مرتين بالخيط، ويبقى كده انا قفلت المعين. هشتغل تاني نفس الشكل ده بقى. بصوا هبدأ هي البداية، ده الثابت معايا، هاخد الثلاث خيوط زي ما انا بدأت فوق كده، الثلاث خيوط دول هاخدهم تاني، وبرده الثلاث خيوط اللي بالجنب هعملهم تاني، يبقى نص المعين كده. وبعد كده بالخيط الثابت اقفل من الجنب ده واقفل من الجنب ده، وبعد كده اقفل الخيط الثابت على بعض ويتكون لي معين. انا بقى هبدأ اشتغل لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. هنوصل للطول بقى لحد ايه؟ انا عملت من المعين ده حوالي 11 واحدة، 11 معينة يعني. تمام. حسيت ان هي عايزة تطول شوية طولي شوية، حسيت ان هي عايزه تقصر شويه قصري شويه. طبعا الطول ده بتاعك اللي انت عايزه تبقي لحد امتى يعني، لحد فين يعني، فاهمين؟ بس انا هنا عملت 11 واحده من المعين. هكمل انا كل المعين، وبعد كده نشوف هنقفلهم ازاي على بعض، الجنب ده من الجنب ده، وتعالوا نشوف. هكمل وارجع لكم ونشوف هنقفلهم ازاي. وهنا بعد ما خلصت اهو الجنب ده والجنب ده، هبدأ اجيبهم على بعض كده، تعالوا نشوف هنقفلهم ازاي. اهو شايفين الخيط اللي جاي ده من الخيط اللي جاي ده هعمله عقدة مزدوجة مائلة، يعني هربطهم كده ببعض او اعملهم عقدة مزدوجة مائلة مع بعض كده. تمام بالشكل ده اهو، علشان اضمهم على بعض وابدأ اشتغل معين في النص. شايفين اهو، شايفين بقى الخيطين اللي انا عملت بيهم العقدة دي، هو من دول الخيطين الثابتين. هبدأ اجيب ده الخيط الثابت، هبدأ اجيب 3 خيوط من تحت هنا كده اهو، شايفين؟ علشان اعمل المعين تاني بنفس الفكرة بنفس الطريقة. هجيب 3 خيوط من الجنب ده للخيط الثابت ده، 3 خيوط من الجنب ده للخيط الثابت، وبالخيط الثابت هبدأ برضو اقفل بيه عادي جدا، مفيهاش اي حاجة خالص. وهنا بعد ما خلصت اهو هبدأ بقى اخر جزء في المكرمية، هقص 4 خيوط برضو، والاربع خيوط دول طولهم كام؟ 4 متر ونص. تمام. هبدأ بقى اشتغل اللي عايزة اقولكم ان الجزء في المكرمية ده سهل جدا، هي عقدة مربعة. تمام. شايفين ادي عقدة مربعة اهي، ادي اول عقدة يعني عقدتين مربعة، يعني اول سطر عقدتين، تاني سطر عقدة واحدة، تالت سطر عقدتين، رابع سطر عقدة واحدة. هتشوفوا برضو معايا دلوقتي. دي اول عقدة عملتها وادي التانية. كل فكرة الجزء ده ان احنا بنعمل عقدتين عقدة عقدتين عقدة عقدتين عقدة لحد ما توصلي للطول برضو اللي انت عايزاه. تمام بالشكل ده اهو. ادي اول عقدتين، العقدة اللي في النص هشيل 2 من هنا واخد الاربعة اللي في النص دول، 2 من هنا و2 من هنا واخد الاربعة اللي في النص، وهكذا. السطر اللي بعده برضو اشتغل بالعقدتين هم السطر اللي بعده اشتغل عقدة واحدة، وهكذا لحد ما اوصل لنهاية الطول اللي انا عايزاه. شايفين الفكرة؟
وهنا بقى بعد ما خلصت الجزء ده والجزء ده، تعالوا نربطهم ببعض او نخليهم على بعض كده. شايفين؟ هربطهم ببعض او اخليهم على بعض برضو بنفس فكرة العقدة المربعة. هجيب العقدة كده اهي، بصوا هجيب 2 من هنا و2 من هنا اهو عشان اعمل عقدة مربعة. دول الثابتين تمام اهو، الاتنين اللي في النص دول هما الثابتين. هعمل عقدة مربعة دي بالشكل ده. عملت عقدة مربعة ربطتهم ببعض اهو. شايفين الشكل بقى عامل ازاي؟ بظبطها من فوق كده. شايفين الشكل بقى؟ بص من تحت بقى تحسوا ناقص كده غرزة. دول 2 او هما 3 بقى. هعمل بقى 2، هعمل تناقص، فاهمين؟ هعمل بقى هنا 2 اهم. انا لما جمعتهم ببعض عملوا لي عقدة مربعة واحدة بس، فالواحدة اللي في النص دي مع جنب الواحدة اللي جنب من الجنب ده ومع واحدة اللي الجنب ده، فبقوا 3 عندي في الصف. هبدأ اشتغل تناقص عشان انزل بعقدة واحدة في الاخر. فهمتوا الفكرة؟ وعشان تديني مش شكل انا مش عايزة شكل مثلث من تحت قوي، عايزاها تدي زي كيرف كده. فانا عملت 2 وفي الاخر عملت اهي واحدة في الاخر بالشكل ده. وبكده خلصت معايا المكرمية. هبدأ بقى اعلق الخيوط عادي جدا. تعالوا اقول لكم نعلق الخيوط ازاي. هبدأ بقى اجيب الخيوط، اقيس كده الخيط هل انا الطول ده اللي انا عايزاه واقص، وابدأ بقى اعمل عقدة التثبيت الخلفية. يعني مش هعملها من الامام، هعملها من الخلفية. هوريها لكم ازاي. وهبدأ بقى احط خيوط في كل فراغ من الفراغات دي عشان املى كده المكرمية بالخيوط. كل ما تتملي بالخيوط كل ما تبقى احلى واشيك. وكمان عايزه اقول لكم ان انا هحط برده في الجزء اللي هو اللي قبل الاخير ده برده خيوط في الفراغات علشان تديني فوليوم حلو وتديني شكل حلو في الاخر. وانتوا طبعا هتشوفوا شكلها في الاخر عامل ازاي. يا رب لو كنت فدتكم يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه. ولو وصلت للدقيقه دي ولسه ما عملتليش كومنت يا ريت تعملي لي كومنت، وكمان عشان اعرف ان الفيديو فادك، ويا رب تستفادوا منه. وشوفي شكلها في الاخر عامل ازاي.